المغرب من أجل كسر عقدة استمرت ل50 عام يا بدر الدين الإدريسي عندما تواجه في ثمن النهائي تنزانيا، وقد قطع منها المنتخب المغربي تقريبا ثلث الأشواط وليس نصف الأشواط. ما تبقى صعب جدا لأنك ستلاقي منتخبات قوية مع توالي الأدوار. طبعا أدوار خروج المغلوب كنا نعرف على أنها مباريات كاسرة، يا إما أن تفوز يا إما أن تنسحب، أمر منطقي جدا، يا أبيض يا أسود، يا أبيض يا أسود. الأرقام والمواجهات وما يدلنا عليه التاريخ يقول أنه قصب السبق أو الأفضلية للمنتخب المغربي. يلعب على أرضه بين جماهيره، متحفز أكثر من غيره، لكن مع ذلك المباراة تفرض بعضا من التواضع، حذر، تفرض بعض من التواضع وتفرض أيضا التزام الواقعية في الأداء. هذا ما قاله أيضا وليد الركراكي، يقول على أننا لمدة 50 سنة ونحن نتجرع خيبات الخروج في أدوار خروج المغلوب، فبالتالي لابد أن نكون حذرين في هذه المرحلة بالذات. صحيح أن منتخب تنزانيا تمثل للمنتخب المغربي جسر أقل صعوبة مما سيأتي بعد ذلك. كم النسبة بالنسبة لك؟ نسبة الفوز 90 إلى 10. متفائل؟ طبعا متفائل. صابر؟ طبعا الفرق كبير جدا على الورق. انت بتتكلم عن المنتخبين فيه فجوه كبيره جدا ما بينهم بغض النظر عن التصنيف الدولي. حتى في تاريخ تنزانيا لعبت 12 مباراه في تاريخها في افريقيا، خسرت 7 وتعادلت 5، لم تحقق اي فوز في تاريخها في افريقيا. وذكر مدرب تنزانيا ان هذه اهم مواجهه في تاريخ تنزانيا. ان شاء الله مش هتكون اهم مواجهه لان هو في الاخر هيخرج من البطوله، يقصد الاجواء، مش هتكون اهم. دي المواجهه رقم 13 كمان، في ناس ما بتتفائلش برقم 13 فدي رقم 13 ليهم. ولكن انا ببص لها من وجهه نظر ثانيه يا مشاري. انا عايز المنتخب المغربي يخرج من هذه المباراه باكبر قدر ممكن من المكاسب، اكبر قدر ممكن من المكاسب، تجنب الاصابات لان المنتخب التنزاني سيلعب على الالتحامات والقوه، تجنب الحصول على البطاقات الصفراء اللي ممكن تخدم الفريق او تضر. بس والله الصوت عندك ما شاء الله في لان هو في هذه في المباريات التي تبدو سهله الحقيقه احيانا احنا كعرب بنخرج بخسائر منها، اصابه، بطاقه، تراجع نفسي، قلق. متفائل بنسبه 99% ان شاء الله. فتحي المغرب متفائل بنسبة 110% رغم حسرة اليوم في خروج ال10 اللي ناحيتهم من السودان زدتهم للمغرب وليت 110. ليه بطبيعة الحال معناها يولي عدى وقتها. معناها نعتبر أنه المغرب بالنجوم اللي عنده، بالفريق اللي عنده، بالجمهور اللي عنده، بالتحضير اللي عنده، معناها مع فريق عمره ما فاز في كاس افريقيا، عجوبه معناها باش يجي يفوز في المقابله امام المغرب في المغرب صعب نسبيا. وبالتالي ثقتي كبيره جدا. انا الان مغربي، كما بعد بتجي الجزائر انا جزائري، بتجي مصر انا مصري، لانه بطبيعه الحال ماذا بيناه الكاس الافريقيه هذه تكون عربيه في الاخير. ولكن كلمه فقط للمنتخب المغربي، تحترموا المنافس ولا ترحموا المنافس. تعرف شو معناها؟ معناها ما تسجلش هدف، لا تسجل 10 سجل 10، تسجل 10 سجل 10. احترموا المنافس ولا ترحموا المنافس. كانك تقول يا تونس لماذا لم تسجل؟ خلي بالوجيعه يرجع لي كل مره. لا بالهجمات عوض والله صحيح، هذا ما تمنيناه ان تونس تسجل صحيح. عوض المغرب. انا صراحه يعني اتمنى اكيد الفوز للمنتخب المغربي. خلاص نحن الان اصبحنا مع المغرب ومصر والجزائر، نتمنى لهم التوفيق الثلاثه ويمشوا للمراحل النهائيه. انا بس عايز اقول انه ما في مباراه سهله، يعني ما في اصلا مباراه سهله. المنتخب التونسي، المنتخب خلينا ناخذ المنتخب التونسي والمنتخب السوداني نعم كنماذج في مباراه اليوم. بالنسبه للمنتخب المغربي نسبه التاهل 90 مقابل 10. وانا بس عايز اقول حاجه صغيره. نعم التحكيم الافريقي واحده من المشاكل الكبيره. كان طلبت لقطه للهدف الثاني لمنتخب السنغال لكن الزمن ما كان بيسمع. لكن التحكيم الافريقي صراحه عليه مليون علامه استفهام. يا ريت تحدد له حلقه للاخطاء التحكيميه الكبيره جدا في المباراه. اليوم مباراة الهدف الثاني صراحة غير صحيح بإجماع الكثير من رأيكم غير صحيح. ما أعرف هو لو موجود خليه يشوف. الهدف غير صحيح وبرغم من ذلك. لا بس بدر الهدف الثاني غير صحيح. هدف السنغال بنصل الواضح كان
لو في خلي يجيبه. هي طيب، شكلها العام يا مشاري بتقول انها تسلل، بس أيوة. في التسلل انا العين المجرده ما اقدرش افصل بيها. صح. لان هو انا الشكل العام الحقيقه التحكيم كلنا الافريقي فيه قلنا اخطاء تسلل. كثيره صراحه، يعني الكل يتفق على الحاجه دي، وان شاء الله يعني برضه ما يكون ما يعني المنتخب المغربي صاحب الارض ما يتاثر به بالتحكيم المغربي، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق وبعده للجزائر ولمصر انهم يمشوا. هنا مدرب جنوب افريقيا هوغو بروس تحدث بعد هذه المواجهه الكبيره ما بين جنوب افريقيا والكاميرون. نتابع. تصريحات غير مفهومه، ودائما ما يكون خصوصا أن نعيش في افضل نسخه من ناحيه التنظيم هناك في المغرب. هذا الرجل مثير للجدل حتى أنه يصيبني أنا بالقرف، أقولها على المباشر، لأن عندما أستمع لتصريحاته تستفزني صراحة. أن يتكلم عن المنتخب الكاميروني، سبق وأن قاد المنتخب الكاميروني وتوج معه باللقب، ويقول على أنني لن أحترمه وسأهزمه، هذا من حقه. لكن أنه يدعي أننا عشنا من جديد مشكلة، أننا أخذنا الحافلة لقرابة 45 دقيقة لنذهب إلى مركب محمد سيزي لكرة القدم نتدرب. هو راح لأجمل مركب موجود في العالم اليوم، مركب محمد سيزي كرة قدم أجمل ملاعب بمواصفات عالمية، ويمشي في حافلة مؤمنة.